بس لو أشوف رجلك صاحب الحظ السعيد، شنو هالحظ هذا قاعد عنده؟ بالمناسبة أنا ما شايف صورتك لحد الآن، تدري لو لا، بس راسمة هيك بخيالي. في مثل يقولون، أنا ما أعرف أقولها بالضبط، اللي نبيه عيت النفس تجيبه، مدري شنو يعني، بهالمعنى أن دائما تعيش ويا ناس أنت تبيهم هم تحس إنهم ما يبونك، والعكس صحيح. وش احتمال أنا فهمت خطأ، بس سؤال بإيده ولا ربما بي خصوصية، هذا السؤال بس ما يخالف تحملي لي. شلونك ويا زوجك، مرتاحة لو لا؟ احتمال أنا فهمت خطأ، بس سؤال بإيده ولا ربما بي خصوصية، هذا السؤال بس ما يخالف تحملي لي. شلونك ويا زوجك، مرتاحة لو لا؟ مو بالضرورة تجاوبين يا غالية، مو بالضرورة. مرتاحة ومو مرتاحة، يعني ما أعرف شلون أجاوبك اليوم، يعني كذا كذا. إن شاء الله تكوني مرتاحة، إن شاء الله تكوني مرتاحة، وأنا آسف على هذا السؤال. هي المرأة شو تريد؟ المرأة تريد نقطتين أساسيتين عندها، ماكو إلى ثالث: الفراش والاحترام. ذن الاثنين، أي وحدة من عندهن ما موجودة ما ترهم الشغلة. يعني إذا احترام بدون فراش نهائيا ما ترهم، وإذا فراش بدون احترام هم ما ترهم. أنا الأهم عندي الاحترام، الاحترام ماكو، والإخلاص ما يهمني لأنه ماكو احترام، عرفت؟ وشي ثاني، أكو شي يعني ما أدري شنو أقوله، يعني ما أدري. أنا أدري بيك محرجة، فلذلك تقولين هذا الكلام، وأنت ما مضطرة تسولفين أو تجاوبين على هاي الأسئلة أو تاخذين وتعطين. الفراش درجة أولى للمرأة، احنا خلينا نكون صريحين. إذا تحقق الفراش وتحقق الاحترام المرأة تكون سعيدة، حتى لو كان الوضع عندهم فقر، يعني حتى لو الأمور صعبة هو يتحقق. شوف، أنا عندي طبع إذا حد سألني ما أقدر أسكت، لازم أجاوب، ما أعرف أسكت، يعني حتى ساعات لو كان الجواب يحرجني، بس أنت شوف عادي ماخذ وياك في يعني مثل ما نقول على راحتي. أتمنى يعني أجوبتي ما تعتبرها وقاحة، هذا أول شي، بس أنا مرتاحة لك صراحة. بس أنت يحتاج لك بعد توضيح، يعني يحتاج لك جرأة تتكلمين بوضوح أكثر، لأن يعني مسألة بالغلط أنا ما فهمتها. والله يا حنونتي يا حبيبتي، بصراحة ما أنا فاهم بالضبط. ربما أنا عندي غباء، أو ربما أنت قاعدة تعطيني رموز، يعني نامي ين بناتي، ما أفتهم شنو الشغلة من عندها. صراحة أنا البارحة فرحت من قلت لي رجل جنسي، والمرأة ترتاح للرجل الجنسي والرجل يرتاح للمرأة الجنسية. قلت هذا توافق حلو، بس شو هسه كلامك بيه غرابة. شوف، زوجي جنسي مو جنسي، زين، بس مزاجه هو، يعني مثلا أنا صار لي الحين 4 سنوات أنام في غرفة وهو في غرفة. إذا راد مثلا الجنس، خلينا نتكلم بصراحة، يناديني، زين، تناديني خليني أنام بالفراش، لا ياخذ حاجته، بعدين يقول يلا روح نام جنب البنات. لا 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 لا، مو خوش، هذا مو جنسي. إذن هذا مو جنسي، البارحة للأسف كذبت عليه، لأن هذا نهائي مو جنسي. يابا جنسي ليلية مشابك للصبح، واسمحي لي يعني خلينا ناخذ راحتنا بالكلام، رجاء رجاء. إذا مو حلق بحلق، وإذا ما جسم يطبق على جسم، هذا نهائيا مو رجل ولا جنسي. فاهمة قصدك. شنو أقول، نسيت، يعني هذا طبعه، زين، يعني ما قلك ساعات يعطيني كلام حلو، ما يقصر بالكلام، بس بالفراش بالليل هذا الشي مضايقني، عرفت؟ يعني حتى مرة تهاوشت وياه،
على هالموضوع. قلت له مو مثل بنات الدعارة تاخذ منهم شي تطردهم، هذه غرفتي انت تطلع انام فيها مثل ما انا احب. بعدين خلاص يا اخوي والله تعبت نفسيا، يعني كل مرة ياخذ مني شي يطردني، فخلاص مليت. قلت انام بناتي احسن. وبعدين قلت ما صرت اعطيه، قلت ما احب هالطريقة، واحد عنده كرامة مهما كان هذا زوجي، بس ليه كرامة، ياخذ مني شي يطردني ليش؟ صرت كذا اتعارك وياه. بعدين ما شاء الله صارت غلطة، يعني مثل ما نقول احنا غلطة وحملت. زين ما حاولت مثلا تشربينه تلاعبينه مداعبة شغلات كذا، هاي الشغلة ما حاولت بيها؟ شوف انا من ايام القرآن ما عاد اسويها، ما امدح في نفسي، بس الحمد لله لبس والبس حركات واسوي في البيت، احط زينة، اسوي اشياء تلفت النظر، تثير الجنس مثل ما يقولون. هو يفرح، يعني ما أقولك ما يفرح، بس أهم شي عنده إني أنام في غرفة ويا البنات، على أساس إنه هو يخاف عليهم، يقول أخاف واحدة تقوم تصيح ما تشوفش، يعني كذا يطلع لي أعذار ما أدري شلون. أقدر أشوف من صورتك. أنا آسف كان عندي اتصال شوي تأخرت. لا ماكو داعي للصورة، الله يحفظكم. بس شوي شغلة محيرتني، إن شاء الله خير. قاعد أشوفك كل الشغلات اللي عندك حلوة، ليش عجب الرجل هيك يتصرف ما أدري. يلا المهم تكونين بخير، وأعتقد هذه المسألة عابرة، يعني هم تنتهي، احتمال تكبر البنات تنتهي هذه المسألة. إن شاء الله تنتهي، واحد ما يدري، يعني دائما نطلب من أهل البيت، بس الحمد لله على كل حال، يعني شنو أقول، الحمد لله على كل حال. الحمد لله علوية، الحمد لله سهلة هاي، إن شاء الله تقضي. الله يحفظكم ويسلمكم. قولي اخترعتش في الكلام، قولي. حاولت أقول لك إياها، حاولت أبينها لك، ما كان عندي جرأة، بس الحين بما أن احنا تكلمنا بالموضوع، أنا ما أدري هو يأثر أو ما يأثر، مو عارفة. أنا زوجي للأسف ما يصلي، عرفت، حاولت